فيديو تحت عنوانه وهتصدق الشعب المصري. ايه؟ هديك 100 جنيه بس اتكلم. يا عم بسرعة همشي. همشي. والنبي اديني والنبي بالله عليك وحياة الله. بسم الله ما شاء الله. الواد اتكلم فعلا. لا بس انا بشوف الحاجات دي كتير يعني عادي. انا كذا مره براكب المترو وواحد داخل يشحت وعمال يتعكس، وبعد كده اول ما الباب بيتفتح بيجري بسرعه عشان يلحق الباب اللي بعده، فاهم؟ فعادي. لا انا بشوف الحاجات دي كتير. وعلى فكره يعني الموضوع يعني مش معناه ان الشعب المصري كداب، لا ده شغل يا فندم، عشان بس ما ايه يعني، ده شغل. هو الراجل ده شغال فيها ايه يعني؟ هو اهم حاجه يقنعك ان انت تديله الفلوس بس، مش هو اقنعك خلاص بقى تقعد بقى تقول الشعب المصري كداب. لا احنا مش كدابين. فبما انك اقتنعت واديته فلوس، فليه ما تسموش راجل شاطر في شغله؟ طبعا انت حسيت ان الفيديو تافه جدا، انا حسيت الفيديو تافه جدا وقعدت اضحك برضه كده يعني احا على مصر بس. على المصريين بقى والله. هو الواد هو اللي كاتب الاسم كده، مش مهم يعني. بس هي الفكره يعني انا حسيت كده مع نفسي كده، انا قاعد بتفرج على الفيديو بعدها بفتره كده، ان لا احنا بجد ايه، شعب غلبان. هم دول كانوا معديين عادي 2 لودر، فلقوا الدنيا غرقانه فحبوا يساعدوا باي حاجه. هي طبعا ايه يعني مساعدتهم ولا ليها اي 30 لازمه. لو قعد 4 ايام على الحال دوت مش هيخلصوا، لان هو اصلا انا مش فاهم هو بيعمل ايه. بس هي الفكره ذات نفسها نابعه من انسان حبوب للبلد. فاهم الفكره جايه منين؟ الراجل ما استحملش يلاقي البلد غرقان، فحب يساعد باي حاجه. يا جدعان مش احسن من اللي ما ساعدش خالص؟ ومعانا طالب ونحب نسالك، يعني انت ايه اللي مخليك صابر على التعليم وكل يوم بتصحى الصبحيه تروح المدرسه الساعه 7؟ هل لان التعليم في مصر شيق جدا، ولا عشان ايه يا فندم؟ نحب نستفسر منك. لا الحرام من ديني، اللي مصبرني على التعليم ده جدعانه مني. والحاجه الوحيده اللي مصبراني ان اصحى الصبح اروح المدرسه ال2 جنيه ونص اللي باخدهم من امي وانا رايح المدرسه. يعني انت لو امك ما اديتكش ال 2 جنيه ونص هتعمل ايه؟ انا امي لو ما ادتنيش ال2 جنيه ونص دمت ما بروحش. 2 جنيه ونص؟ والله كان نفسي اعرف انت بتعمل ايه بال 2 جنيه ونص. بس للاسف الفيديو خلص، معلش يعني. نتمنى تعمل لنا فيديو تاني تعرفنا بتعمل ايه بال 2 جنيه ونص يا فندم والله.